هي بالظبط الطعميه السوري بالظبط، يعني هم مقلدين الطعميه السوري 100%. ولكن انا طبعا بحب الطعميه المصري، يعني ما بحبش الطعميه السوري قوي، مع كامل احترامي لسوريا ومع كامل احترامي لكل الشعب السوري اللي بيتفرج عليا. بس انا بحب الطعميه بتاعت بلدي المصري. طبعا الاصل سوري بتاع الطعميه، ولكن لا، احنا خدناها وديناها ليفل تاني خالص. كانت هنا المصريين ودوها للليفل ده فوق خالص. زي ما قلنا مكوناته: بيضتين وعليهم التركي المدخن او اللي هو الديك الرومي المدخن، وجبنه هنا كتير برضو مش وحشه، مش وحشه. ومن الناحيه التانيه برضو في جبنه كتير. بلد ابويا وجد جدي وانا من البلد. جعان؟ ما تيجي ناكل. انجز بسرعة أنا جعان. جعان. اتنازل لملك كيلومترين نصين وحطهم في قلب الميه وكلهم. جمهوري الجميل عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بألف صحة وسعادة وانتم بتتفرجوا عليا. رجعت لكم بفيديو جديد وفرع ماكدونالدز، وعاملين فطار وعاملين شغل عالي، وعايزين نجرب الفطار بتاعهم ونشوف الفطار بتاعهم ايه، يشبع كده ويرم العظم ولا اي كلام. وهضطر اروح اصرف بقى ب 200 جنيه فطار ولا كده عشان اشبع من عندهم. تعالوا نجرب مع بعضينا ونشوف سندوتشاتهم وافية وكافية ولا هنضطر نجيب زيادة. حبايبي، طبعا الحمد لله عملت قبل كده الفيديو بتاع الدبل تشيز برجر في ماكدونالدز، والفيديو الحمد لله جاب 27,000 فيو وجاب لايكات كتير الحمد لله. والرقم ده كبير جدا وجميل جدا بالنسبه لواحد بيبدا، يعني الحمد لله يا رب، يعني دي حاجه جميله. وطالما ماكدونالدز هي كلمه السر، وطالما ماكدونالدز هو اللي ربنا بيكرم الواحد بيه والفيوهات بتبقى عليه كتير، فتعالوا نجرب بقى منه كتير جدا بقى ونشوف الدنيا معانا هتوصلنا لفين بقى في ماكدونالدز يعني. بس فانا النهارده جبت الماك فلافل وال الايجن تشيز، ايجن تشيز وباك فلافل. ده ب 16 جنيه وده ب 35، بحيث ان انا كله على بعض واحد دافع كام؟ 51 جنيه. بفطر ب 51 جنيه بس. فهناكلهم مع بعضينا ونشوف الدنيا بقى فيها ايه. يلا نفتح مع بعضينا بقى. نبدأ بالماك فلافل الأول ولا بالإيجان تشيز؟ معلش المصطلحات برضو جديدة عليا، يعني هقول فول وطعمية، بيض بالمعرفش ايه، فاهم؟ فصعب أوي الواحد يفتكر الحاجات اللي بالإنجلش دي بقى، يعني سامحونا يعني. يلا نبدأ بقى بالفلافل ونبص عليه مع بعضينا ونفتح الساندوتش. طبعا ماكدونالدز متألق على طول وبيعمل أحلى تغليفة للساندوتش، وبيعمل ايه، الباكجينج الجميل اللي بتتأكد منه ان محدش لمس الساندوتش بإيده غيرك. دي أحلى حاجة عندهم يعني. النظافة عندهم شيء مهم جدا جدا جدا، دي أهم حاجة عندهم. عنوان ماكدونالدز: I am loving it و I am always very clean. ده نظامهم على طول. فادي الباك فلافل، وادي مكتوب عليه اهو ماك فلافل. نفتح الراب. نبص على الساندوتش بقى كده، هم قافلينه كده عاملينه زي العيش السوري كده، اللي هو العيش الصاج. عيش صاج، عيش صاج. قلنا يا جدعان ادي الساندوتش، فيه 3 طعميات وفي سلطه وفي صوص بتاعهم حلو بقى هم حاطينه كده. هندوقه مع بعضينا يعني. فتعالوا نقفل الساندوتش بقى ونشوفه مع بعض. بسم الله. الساندوتش ساندوتش طعمها جميل طبعا، وطعم الزيت نضيف جدا، والطعمية برضو مش محطوط عليها كزبرة كتير والكلام الحلو الكتير بقى ده اللي هو بيخليها يعني طعمها مفيش منه اتنين بقى. لا دي مش موجودة عندهم بصراحة. والسندوتش ب 16 جنيه. تعالوا ندوق قطمة تانية ونشوف هتودينا فين بقى. زي ما قلنا يا جدعان، حاطين لك 3 طعميات
وحاطين سلطه وحاطين عليهم صوص حلو جدا كده مش وحش خالص. ولكن الطعميه يعني في ناس مختصه في الطعميه طبعا وبتعمل فطار احلى منهم خالص، معلش. بس هم على قد كده برضو، يعني اللي هم ايه، هم في مستوى 60%، في مستوى ال 65%، لكن لسه ما وصلوش لل 100%. فلازما يوظفوا ناس من اللي فاتحين محلات فول وطعميه، تمام، ويشوفوهم بيعملوا ايه، يشوفوهم بيضيفوا كزبره ناشفه، يشوفوهم بيضيفوا شبت، يشوفوهم بيضيفوا الحاجات المعينه اللي بتخلي طعمها جميل جدا، تمام. فيعرفوا منهم النو هاو دي ويبتدوا يطبقوها في محلاتهم. تعالوا ندوق تاني. زي ما قلت لكم هي الطعميه جميله بس مش احلى حاجه. وانتوا عايزين تعملوا طعميه بقى خطيره، بقى خطيره مفيش منها، هي بالظبط الطعميه السوري بالظبط، يعني هم مقلدين الطعميه السوري 100%. ولكن انا طبعا بحب الطعميه المصري، يعني ما بحبش الطعميه السوري قوي، مع كامل احترامي لسوريا ومع كامل احترامي لكل الشعب السوري اللي بيتفرج عليا، بس انا بحب الطعميه بتاعت بلدي المصري. طبعا الاصل سوري بتاع الطعميه، ولكن لا احنا خدناها وديناها ليفل تاني خالص. كانت هنا المصريين ودوها للليفل ده فوق خالص. طبعا برضو السعر غالي، معلش راح ولا جه، ده ساندوتش طعميه، ساندوتش طعميه يعني المفروض كله باقل من 10 جنيه، انت عامله ب 16 جنيه اللي يبقى بيه. ماشي، اعترفنا ان انت عامل باكجينج ومغلف ومظبط الكلام، وكل ما اجي اكل من عندك تديني صينيه تري محترمه، بس برضه نقدر نقلل التكاليف عن كده شويه. وادي الاول خلص، نخش على التاني. طبعا ده قلنا ايجند تشيز. فكروني بقى، الواحد بقى بينسى الحاجات الشيك دي. ايجند تشيز. نفتح مع بعضنا الساندوتش كده ونشوف ايه اللي فيه. الله 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 الله. لا الساندوتش ده شكله بقى هيحير وهيرجعني شاب صغير. زي ما قلنا مكوناته بيضتين وعليهم التركي المدخن او اللي هو الديك الرومي المدخن، وجبنه هنا كتير برضو مش وحشه، مش وحشه. ومن الناحيه التانيه برضو في جبنه كتير اهو اهو يا جدعان. نقفل بقى وناكل ونشوف الليفل السعاده هيوصل لفين بقى. هو اللي عامل فارق في الساندوتش خالص ومخليه زي الفل التركي المدخن ده بصراحه، يعني بصراحه قمر قمر قمر. يعني شيل منه التركي المدخن بقى الساندوتش اللي انت بتعمله في بيتكو وبتاكله برجلك، سوري مش برجلك طبعا ده هو يعني الساندوتش اللي ايه العادي خالص خالص ده. فلا هم بكونهم اضافوا التركي ده طبعا احنا قلنا ان التركي ده اللي هو قطع الديك الرومي المدخن، الديك الرومي المدخن للناس اللي مش عارفه انجلش قوي يعني. فندوق تاني. ده الساندوتش جميل يا جدعان قوي 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 فوق ما تتخيلوا. بس هم عاملين البيض بزيت وده جميل مش وحش، يعني طالما الزيت نضيف وما مش كارف على اي طعم حاجه تاني تبقى الناس دي عامله عظمه يعني. الجبنه طبعا بتاعتهم مالحه جدا، فهم تلاقيهم عملوا الساندوتش كله وما حطوش عليه ملح،
ليه؟ عشان هم مستعيدين بالملح بتاع الجبنه. لا جبنه جميله برضه. بس يا ريت بقى يعني دلوقتي انا القطمه اللي انا واخدها دي ما فيهاش تركي خالص. فيها قطع الديك الرومي المدخن. ليه كده يا جدعان؟ ليه كده؟ يعني انا مش لازم اكل قطع الديك الرومي المدخن عشان اشبع كده وعظمي يروم. قلنا ب 35 جنيه الساندوتش ده يا جدعان. لا اله الا الله. في نهايه الفيديو احب اقول لكم ان الناس دي عامله ساندوتش اللي هو الايج اند تشيز ده جميل جدا. جميل يعني حاجه اطعمه حلوه ومقادير مظبوطه. بس لو زودوا التركي شويه يبقى كده عملوا الايه الاختراع كله من اوله لاخره يعني. كده هم عملوا فيلم كبير يعني. بس بالنسبه للطعميه مش احلى حاجه يعني. يعني طعميه مقليه في زيت نضيف. بس هل هي بقى متحبشه تحبيشه حلوه بقى، وهل هي فيها كل الايه التحابيش والكزبره الناشفه والكلام الجميل اللي عندنا في مصر؟ لا. بس طبعا ما تنسوش تتفرجوا على الحلقه بتاعت الدبل تشيز برجر اللي انا عملتها قبل كده. ولو عجبتكم الحلقه برضو اعملوا لي كومنت واشتركوا وظبطوني في الكلام بقى. ظبطوني. يلا باي.